ازيكم عاملين ايه؟ وحشتني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا بينا نسمي الله الرحمن الرحيم ونصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ مع بعض الروتين القوي جدا ده. بصراحة النهاردة يا بنات انا هبطت جدا، يعني ما تخلي البيت عمل فيها عمايل ما عملتهاش كل الروتينات. يعني اكتر حاجة بتضايقني في التنظيف هو العفار والتراب، وما شاء الله السلم كان مليان تراب، فعشان كده بقى انا كنت متضايقة جدا. انا يعني اشتغل واكنس وامسح واغسل واعمل كل حاجة الا اني اشتغل في مكان في تراب. المهم بقى يا بنات قلت ابدا معاكم اليوم بكيكه الحليب اليوميه ديت. البنات طلبوها مني كتير، قلت نعملها الاول وبعد كده نشوف باقي الشغل بتاع البيت. بصوا يا بنات انا هعمل مقدارين، يعني صينيتين في صينيه واحده، عشان كده انا هقول لكم المقادير اللي انا هعملها دي لمقدارين، بس انا هقول لكم مقادير الصينيه الواحده. اول حاجه كده هنخل كوبايتين ونص من الدقيق، هحط عليهم 3 معالق من النشا، وكمان معلقه كبيره كده هرميه من البيكنج باودر. هنخل كل الكلام ده مع بعضه واقلب الدقيق كويس عشان البيكنج باودر والنشا يختلطوا كده مع ذرات الدقيق. هركن بقى الدقيق والنشا والبيكنج باودر على جنب، وهجيب بيضتين. انا بقول لكم انا عملت 4 بيضات، بس انا بقول لكم مقدار الصينيه الواحده. هكسر بيضتين في الخلاط وهحط عليهم كده رشه صغيره من الملح. في قشره صغنطوطه كده وقعت مني في الخلاط هخرجها كده بالشوكه. بعد كده هكمل بقى بقيه كسر البيض. بصوا يا بنات بقى في موضوع عايزه اتكلم معاكم فيه، على اللي بيسالني انا اسمي ايه ولا اسمي فاتن، لان في ناس كتير سالوني على الموضوع ده، وفي ناس اصلا اول مره تعرف ان انا اسمي فاتن، بس انا اسمي الحقيقي فاتن، وايه برضو كان اسمي الحقيقي. بصوا هي مشكله كبيره كده وموضوع كبير، هحكي لكم عليه من الاول. بصوا يا بنات اول ما انا اتولدت في السعوديه في العزيزيه في مكه، فبعدين بابا سجلني هناك باسم فاتن، فبقى اسمي فاتن من مواليد السعوديه. تمام. بعدها بفتره جدي عرف ان انا يعني اتولدت وكده، وكتبوني هناك ان والدي كتبني هناك باسم فاتن، فجدي ما عجبوش الاسم ده، فجي سجلني هنا في مصر باسم آية. فبعدين ما كانش في زمان ان لازم نودي بقى المولود وناخد منه عينة من الكعب والكلام ده، هو مش من زمان قوي، يعني هو من سنة 94، انا مولود 94. المهم كتبني باسم آية هنا من مواليد مصر، فاصبح ان فاتن اكبر من آية. فلما جيت انا ادخل المدرسة بابا جه يعني يدخلني بمواليد آية هنا طبعا في مصر، كنا استقرينا بقى في مصر. جه دخلني بشهاده الميلاد بتاعه آية، فطلعت آية صغيره كام شهر كده وهتستنى ايه للسنه الجايه. فبابا قال لا انا هركن آية بقى وهدخلها بشهاده فاتن، لان فاتن الكبيره، هي الكبيره وهي اللي مولوده الاول وهي اللي متسجله الاول. فانا دخلت المدرسه باسم فاتن، اصبحت مسجله عند الحكومه باسم فاتن، وبرضو مسجله برضو عند الحكومه باسم آية، بس مش بستعمل آية في حاجه، بس الكل بيناديني آية وانا عند الحكومة فاتن. فاصبح في لبس يا جماعة وارتباك كده، وبقيت بقى وانا طفلة كده اول ما اروح المدرسة يندهوا عليا فاتن، ما ردش، مش مقتنعة اصلا بفاتن ده، هو الكل بيقول لي آية وانا مقتنعة ان انا آية. المهم بقى اصبح في مشكلة عند والدي، ان بابا عنده 4 بنات واحنا 3 بس، بقى عنده آية وفاتن وتغريد وآلاء. فبابا يعمل ايه؟ فاتصرف بقى، بس تصرف زعلني شويه يعني منه. عمل ايه بقى والدي عشان ينهي القصه دي؟ راح طلع شهاده وفاه لآية. طبعا بما ان فاتن هي اللي موجوده وفاتن هي اللي بتحضر المدرسه وكل حاجه، اي ورق عند الحكومه باسم فاتن، فآية ما اصبح يعني ملهاش لازمه كده. طبعا مش انا طبعا، لا انا بقول على الاسم. المهم هو عمل ايه؟ هو راح عمل بقى شهاده وفاه زي ما قلت لكم لاسم آية، فبقينا بقى 3 بنات، يعني بقى الوضع الطبيعي رجع زي ما هو. 3 بنات، بقت فاتن هي فاتن مفيش آية. بس طبعا انا واخده على ان الكل بيناديني بآية. فلما كبرت شويه بقى وعرفت واقتنعت ان انا المفروض ليا اسمين، اسم بيندهوني بيه في البيت واسم تاني بيندهوني فيه في المدرسه والكليه والكلام ده، فبدات اتاقلم مع الموضوع. بس يا جماعه والله الموضوع ده عبء تقيل جدا على الاطفال ان هم يكون لهم اسمين. ليه اشيل ابني او بنتي مسؤوليه ان يكون لها اسمين؟ تتاقلم مع ده او ما تتاقلمش مع ده، تروح المدرسه تتندى باسمها الحقيقي ما تردش، تبقى مستغربه الاسم، تبقى مستغربه نفسها. فعايزه اقول لكم ان انا كطفله كنت مشتته، مش عارفه هو انا آية ولا هو انا فاتن. اروح المدرسه اتقمص اسم فاتن، اروح البيت اتقمص اسم آية. فلحد الان اصلا انا مش مقتنعه باسم فاتن ده، لحد الان انا لا انا اسم آية، عشان من وانا طفله لقيتهم بيقولوا لي يا آية ما بيقولوليش يا فاتن، فعشان كده انا حبيت آية، مع ان اصلا الحقيقي واللي انا اتكتبت بيه واللي انا اتولدت بيه واللي انا اصلا المفروض اتندى بيه هو آية، هو فاتن مش آية.
فيعني لخبطه ما بعدها لخبطه. طبعا اللي سبب في الموضوع ده من الاول جدي، عشان ما عجبوش اسمي اللي هو فاتن ده، وراح كتبني آية. بصوا ما كانش فيه تجديد بقى يا بنات زي دلوقتي ان لازم المولود يجي ولازم نشوفه بعينينا ولازم، لا ما كانش فيه الكلام ده. يعني زمان انا جالي مولود هتسميه ايه، سميه كذا خلاص على كده، خدت شهاده الميلاد وخلاص الموضوع انتهى في كده. لا بقى يجي المولود ولا نشوفه ولا نعمل له تحاليل ولا الكلام ده خالص، ما كانش الكلام ده موجود. يعني بصراحه والله بجد فعلا شويه الاجراءات اللي بيتعملوا اليومين دولت مع المولود ممكن تكونوا مثلا الاهالي بتتضايق شويه، بس لا بصراحه هو ده الصح. يعني اي نعم هم موتوني بالحياه وعملوا شهاده وفاه كده لآية، بس يلا مش مشكله، حصل خير. المهم ان الغلطه دي اتصلحت الحمد لله وعدت على خير على كده. عشان كده يا بنات انا بقول لكم انا اسمي آية، يعني الكل بيناديني آية، بس انا اسمي في الحقيقي في الاوراق الرسميه اللي انا بتعامل بيها مع الحكومه فاتن. فشوفوا بقى انتوا حابين انهي اسم فيهم ونادوني بيه. المهم بقى يا بنات يلا بينا نرجع للروتين بتاعنا. بصوا بقى عاوزه اقول لكم على ملحوظه في الكيكه. الكيكه كانت تقيله معايا شويه وانا بفضيها كده، حسيت ان هي مش مظبوطه كده، القوام بتاعها تقيل، فرجعت ضفت لها كمان نص كوبايه لبن، قلبتها كويس رجعتها الصينيه تاني ودخلتها الفرن. هي تقعد في الفرن 40 دقيقه، فانا قلت استغل ال 40 دقيقه دولت واروح بقى اكنس المدخل بتاع البيت والسلم والبيبان وكده، انضفها واعمل شويه شغل كده لحد ما ال 40 دقيقه بتوع الكيكه يعدوا. عاوزه اقول لكم ان السلم ده بقى له اسبوعين بالظبط ما اتكنس، واسبوعين كتير جدا على بيت على طريق زي ده ان هو ما يتكنسش فيه السلم بتاعه. يعني انا خرجت كميه تراب بصراحه، يعني عملت له عقده نفسيه. اكتر حاجه بتضايق منها زي ما قلت لكم في اول الفيديو هو التراب، مش بحب اشتغل في مكان او انضف مكان فيه تراب. عشان كده انا يعني المفروض ان انا ما اسيبش المكان يعني فتره طويله زي اسبوع مثلا او اسبوعين من غير ما اكنسه، وخصوصا ان انا عارفه ان المكان ده بيجيله تراب بسرعه جدا. المهم بقى انا بدات الاول بالسلم، كنسته كويس عشان انا هرجع اجيب الحوائط واجيب السقف، فمش عاوزه اعفر عليه تاني. فانا مسكت السلم كنسته كويس ونزلت كل كميه التراب اللي موجوده عليه، وبعد كده بقى جبت الفوطه بالموب وجبت السقف بقى بالجبس بتاعه، وكمان جبت الحوائط كلها كويس جدا. طبعا الفوطه انا حطاها كده لان الموب كل شويه بتحتاج تتغسل، مش بتستحمل كتير زي الفوطه. انا ممكن امسح بالفوطه كده مساحه كبيره من غير ما تتغسل، بس الموب كل شويه عايزه تتغسل لان حجمها صغير جدا. فالمهم بقى انا حطيت الفوطه كده على الموب ومسكت بقى السقف كله الجبس زي ما قلت لكم، ما سبتش مكان كده في السقف ولا في الجدران ولا في الحوائط لما مسحته كويس. حتى كمان الليد ده او اللمبه دي مش عارفه اسمها ايه، السبوت، اسمه سبوت، السبوتات برضو مسحتها. المهم يعني ان الدخله كانت بتبرق كده مش سايبه فيها مكان. كمان حتى الشبابيك بتاعت الدخله ديت اللي بتبقى هي المناور اللي منوره المدخل كده وبتبقى تهويه برضو في نفس الوقت، مسحتها من بره ومن جوه. يعني عايزه اقول لك ان هي لما اتمسحت كمان دخلت اضاءه اكتر. انا حريصه ان انا اتخلص من اي تراب موجود عشان ان انا لما امسح كده ما يبقاش فيه تراب تاني يجي بعد ما امسح او بعد ما اكنس. عشان كده انا بمسح بقى الحوائط، السقف، كنسه الارضيه، اي تراب بقى، اي عفره، اي كلام من ده يكون مبالغ فيه هتخلص منه. بعد كده الباقي كله سهل، بالموب كده بفوطه باي حاجه، همسح الجدران، همسح الحوائط، همسح الشبابيك. المهم ان انا اتخلص من التراب اللي بيكون كميته كبيره ومعفر كده ومبوظ الدنيا. في الوقت ده بقى كان عدى تقريبا نص الوقت كده على الكيكه في الفرن، كل شويه كده بتابعها من بره من الفرن. كانت جميله جدا وكانت ريحتها قلب الدنيا. بصوا هي كيكه بالسمن البلدي بالحليب، انا بعملها للاولاد لما بيطلبوها مني، بس هم بصراحه يعني بيطلبوا مني كيكه البرتقال اكتر من دي، بس اوقات كده بتهف عليهم كيكه اللبن والحليب اللي بالسمن البلدي بتبقى طعمها جميل. خليكي معايا لحد ما اطلعها من الفرن وهقول لك السر ان هي تطلع بيضه من جوه وهشه وجميله ومفرغه، وكمان تشوفها تقولي ده كيكه تورته مش كيكه ابدا اليوميه اللي بنعملها بالشاي دي، لا. وكمان هقول لك السر اللي خلاني اعملها في صينيه واسعه، ما هعملهاش في صينيه كبيره كده بحيث انها تكون مرتفعه، لا انا مش عاوزاها مرتفعه يا بنات، وهقول لك السر في كده ايه. المهم هاخد بقى معايا كمان في التنظيف ده الابواب بتاعه الشقق عليها تراب كده، نمسكها نمسحها كويس، وبعد كده هنكمل باقي تنظيف السلم. بصوا بقى عاوزه اقول لكم في الوقت ده ان انا كنت خلاص بدات اخلص والكيكه كمان بدات تستوي، مش فاضل لي كده غير حاجات بسيطه، وريحه الكيكه كانت جايبه لاخر البيت. كل شويه الولاد يقولوا لي يا ماما ريحه الكيكه جميله عاوزين ناكل منها، لسه يا بنات لسه فاضل شويه. بصوا بقى قبل ما انسى عاوزه اقول لكم من البيبان دي لما بمسحها كده بميه او بفوطه مبلوله لازم بعدها فوطه ناشفه على طول، عشان الفوطه المبلوله دي بتسيب ميه كده او نقط ميه كده بتكون شكلها ناشف ومش حلو كده على الباب. فلازم ان انا بعد ما بخلص كده او بمسحها بفوطه ناشفه، بفوطه قصدي مبلوله، بعدها على طول لازم تكون فوطه ناشفه على طول عشان انشف الميه من عليه. مش عاوزه اسيب الهواء هو اللي ناشف الميه او ذرات الميه كده على الباب، بتكون نقط كده من الميه بتكون ناشفه كده على الباب، الهواء بينشفها بيبقى شكلها مش حلو. انما لما بنشفها انا بفوطه ناشفه بيبقى شكلها كويس والباب بيرجع تاني جديد ولا عليه اي
اي اثر ولا عليه اي بقع ولا اي حاجه. هشيل بقى الطابلوهات وهنضف مكانها، وهنضف كمان المكان بتاع الجبس ده اللي بيكون فوق الطابلوهات. والعصايه بتاعتي او الزعافه او مش عارفه اسمها ايه بتاعت العنكبوت دي مكسوره وانا مجبتها كده اهي تقضي الغرض كده لحد ما اجيب واحده تانية مكانها. يعني انا مستخسره اجيب واحده مكانها طول ما هي بخير، يعني ايه يعني دراعها مكسور، ما انا مجبسها وماشيه شكلها حلو. المهم بقى ان شاء الله ناويه كده اجيب واحده تانية مكانها، وهرق دي بقى وهعينها كده للمهام الخفيفه، بلاش المهام الصعبه واللي بتضايقها عشان دراعها مكسور. وهنكمل بقى باقي السلم. بصوا بقى انا هنا كنت خلاص بشطب، فاضل حاجات بسيطه جدا. يعني طالما وصلنا عند العمود الاسود ده يبقى خلاص احنا جينا عند البوابه. خلاص بقى خلصت، جبت كده السلم من فوق لحد البوابه تحت لحد اول دور. مسحت كمان السلالم. بصوا بقى احنا السلم بتاعنا من غير درابزين، يعني احنا ناويين ان شاء الله نركب له درابزين قريب، لان طبعا ما ينفعش معانا اولاد وكده وبخاف عليهم جدا، وجوزي قال لي هنركبه قريب ان شاء الله. خلاص بقى طالما وصلت لمرحله ان انا كده بمسح السلالم وبمسح الدرج كده درجه درجه، يبقى انا كده خلصت. انا بسيب موضوع مسح السلم او الدرج ده لاخر حاجه خالص، عشان طبعا اي تراب او اي حاجه ما ينزلش عليها بعد ما انا امسحهم. فالمهم بقى خلاص في الوقت ده بقى كنت خلصت الدرج كله، وكمان كنت هنسى العتبه كده بتاعه الباب. طلعت كده جبت العتب كله واحده واحده كده وروقتهم كده كويس، لان انا ما كنتش مسحتهم اصلا، كنت نسيتهم. هبدا بقى ارجع كل حاجه مكانها. الطابلوهات دي همسحها واعلقها مكانها. البوتات الزرع كمان، الزرع ده على فكره طبيعي مش صناعي، وهو زرع يعني بيقبل الظل والشمس في نفس الوقت، فمش هيتضايق يعني لما يكون في الظل، مش هيجرى له حاجه. اهم حاجه ان هو يتروي بس، وبيبقى تمام يعني. بالنسبه للطابلوهات دي انا مختارها لونها اسود كده عشان تمشي مع لون الرخام، طبعا لان الرخام فيه اسود، فانا قلت ده هيمشي كده مع بعضه. في حاجه بقى هنا عاوزه اخد رايكم فيها. بوت الزرع ده فيه من اللون البنفسج اللي موجود في الطابلوهات، فانا حطيته هنا. مش عارفه هو هنا هيكون كويس ولا لا، بس هو له مكان كده تحت الطابلوهات، انا علقته او حطيته فيها. انتوا برضو قولوا لي رايكم، هو هنا كويس ولا كفايه الطابلوهات اشيل بوت الزرع ده؟ هجيب برضو الزرع ده. الزرع ده اسمه ويكا تقريبا، اسمه يوكا يا بنات، الزرع ده اسمه يوكا. المهم انا حطيتها هنا تحت وفوقها كده بالظبط. انا عايزه اعلق شلال، انا هعلقه وانتوا قولوا لي رايكم هيبقى شكله حلو ولا لا. اللزق ده دبل فيس، هحطه في الكورنر اللي فوق ده، وبعد كده هعلق عليه الشلال زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. هو الشلال فوق، وتحت كده الزرعه اللي هي يوكا ديت. مش عارفه هو الشكل حلو ولا لا. هو شكله كده بالظبط في الوش، وانت خارجه من باب الشقه بتشوفي الشكل ده في وشك بالمنظر ده كده يا بنات. يعني هو انا حاسه ان مفيش تناسق كده بنسبه 90%، بس انا يعني هسيب المنظر ده كده لحد ما اعدل فيه او اشوف لها اي فكره ثانيه. دي الزرعه اللي بقولك عليها، غسلتها كده كان عليها شويه تراب، اخدتها الحمام غسلتها واديت لها دش حلو وعلقتها كده، حطيتها وحطيت فوقها الشلال زي ما احنا شايفين. لما اتغسلت زهزهت كده وحلوت اكتر. هي حلوه وكويسه وكل حاجه، بس التانيه كثيفه عندي. يعني التانيه حطاها في مدخل البيت عند البوابه بالظبط، بس هي كثيفه عندي. بصوا بقى في الوقت ده الكيكه بتاعتي خرجت. عاوزه اقول لك الريحه والطعم جنان. بصوا ازاي بيضه من جوه كده وفاتحه، وده بفضل الليمونتين اللي احنا عصرناهم. انا عملت ليمونتين عصرتهم كده وضفتهم على الكيكه في الخلاط. بصوا يا بنات من جوه مفرغه عامله ازاي، والله بجد من جوه اسفنجيه زيها بالظبط زي التورته. عاوزه اقول لك بقى ان انا ليه ما حطيتهاش في صينيه صغنطوطه عشان خاطر تبقى كثيفه، او تبقى الكيكه كثافتها كبيره عنديت. هقول لك ده عشان خاطر انا معايا اطفال. يعني انا لما بعملها في مثلا في صينيه صغيره، وبيبقى مثلا السمك بتاعها قد دي بالظبط، قد اتنين فوق بعض بالظبط. ده لما بطيبها في كيكه في صينيه صغيره، بيكون السمك بتاعها قد القطعتين بالظبط فوق بعض. الاولاد ما بيعرفوش ياكلوها طبعا، بما ان معايا اطفال وبقهم صغير وكده مش بيعرفوا يتحكموا فيها، فممكن الكيكه نصها بالظبط يتهدر منهم على الارض. فانا قلت لا، انا هسويها في صينيه كبيره بحيث ان الارتفاع بتاعها يكون صغير زي ما احنا شايفين، على قد قطعه واحده كده. كده كويس ومناسب جدا للاطفال. بصوا عاوزه اقول لكم اصلا ان احنا في الفنادق والكافيهات الكبيره الكيكه بتتقدم بنفس الارتفاع ده، مش بتتقدم اعلى من كده. بس احنا طبعا عندنا يعني دليل او علامه من علامات نجاح الكيكه، هو ان الكيكه تبقى مرتفعه جدا. يعني عشان كده انا لما بقدمها لضيوف او بعملها لضيوف او في اعياد مثلا او مناسبات او كده، بسويها في صينيه صغيره بحيث ان هي تكون مرتفعه، ويكون ارتفاع القطعه الواحده قد قطعتين من اللي في ايدي دول. المهم بقى يا حلوين، انا كده وصلت لاخر الفيديو. ان شاء الله نتقابل في فيديوهات جايه كتير. هستنى منك الكومنت الحلو اللي بيفرحني، وكمان اللايك الجميل اللي زيك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.